الزمالك السنة اللي فاتت طلع بيان اعترض فيه على التحكيم، وقال إن البطولة موجهة لفريق واحد، التلقيح الرخيص المعتاد على الأهلي يعني. وقتها ميدو لما كان عضو لجنة التخطيط أصلهم مسكوه التخطيط لما فهمهم إنه هيوديهم كأس العالم للأندية زي ما كان مفاهم مصر المقاصة كده. المهم ميدو وقتها طلع لنا على المنبر الخشب أبو مفرش بافتة ده، وفضل يحزق على الحكام المصريين وظلمهم للزمالك، ولن نسمح بتوجيه البطولة، والزمالك نادي كبير الشويتين الحلوين بتوعهم دول. بعديها مباشرة الزمالك رفض الحكام الأجانب وأصر يلعب ماتش الأهلي بحكام مصريين بقيادة بسيوني أبو الليف. وقتها جريوا جري على الاستاد عشان ياخدوا ال3 نقط لما عرفوا إن الأهلي مش رايح. السنة اللي فاتت الزمالك بعت خطاب رسمي لاتحاد الكورة بيطالب بإبعاد 4 حكام عن ماتشات الزمالك تماما. السنة دي بقى الزمالك اشتكى بسيوني أبو الليف ومحمود الدسوقي عشان خسروا ماتش الكاس بتاع سيراميكا كليوباترا، وقالوا على الاتنين دول حكام مشبوهة ومشمومة. الزمالك نزل بيان اشتكى فيه تعيين حمادة القلاوي لماتش الزمالك وحرس الحدود. الزمالك لم يكتفي بهذا القدر من الشكاوى، اللي هو لو بيلعبوا ولا بيكسبوا قد ما بيشتكوا كان زمانهم في كأس العالم للأندية. المهم الزمالك خلص شكاوى في الحكام اللي بتحكم له وراح داخل على الحكام اللي بتحكم للأهلي، واشتكى أمين عمر وطالب بالتحقيق معاه في حالات ماتش الجونة اللي الجونة نفسه ما اشتكاش منها. ووزعوا سكريبت ان امين عمر حكم 4 ماتشات للاهلي السنه دي. مش بس كده، ده جاليليو طالع يتساءل هو طارق مجدي مش بيحكم للاهلي ليه؟ ايوه اؤمر حضرتك. بيقول لك ده اخر ماتش حكمه للاهلي كان شهر 9 اللي فات، وقعد يعد على صوابعه زي العيال الصغيره 9 10 11 12 1 و2، يعني طارق مجدي بقاله 6 شهور ما حكمش للاهلي. يعني الزمالك مش بس بيهاجم الحكام اللي بتحكم له وبينقي الحكام اللي عايزها تحكم له، لا ده كمان بينتقد الحكام اللي بتحكم للأهلي، وكمان عايز ينقي الحكام اللي هتحكم للأهلي. طب ما تبعتوا الجنايني ولا الإتريبي يديروا لجنة الحكام بالمرة. الجدير بالذكر بقى إن أمير عمر الحكم الملاكي للأهلي ده هو الحكم المصري الوحيد اللي الفيفا اختارته ووثقت فيه انه يحكم كاس العالم اللي جاي. اما الحكم ابو نطة المعروف فالفيفا بعد ما شافوا اداؤه في ماتش بيراميدز وسيراميكا استبعدوه تماما، وقالوا ده يقعد هنا جنب اخواته وخلي بيراميدز والزمالك ينفعوه. مسامير عثمان قال لك قبل كده حب نفسك محدش هينفعك، مفيش فايدة فيك، الطبع غلاب والجنيه غلب الكارنيه. هو الزمالك كده طول عمره يكره كل ما هو أمين ويحب كل ما هو معروف. من عجائب الدنيا السبع بقى اللي سيجاليليو ما قالناش عليها إن طارق مجدي اللي هو بيحزق عليه ده من ضمن ال4 حكام اللي الزمالك اعترض عليهم وطلب إبعادهم عن ماتشاته السنة اللي فاتت. طارق مجدي بقاله أكتر من سنة ما حكمش ولا مباراة للزمالك. يعني سيجاليليو عايز يلزق لنا الحكم اللي نديم اشتكيه ومش بيحكم لهم، ومستعجب جدا انه مش بيحكم للاهلي. ولا الذكاء ده جايب الفطنة دي منين؟ الذكاء المخطط ده مش سهل برضه لما ينخور كده ويطلع لك بالتايهة. جاليليو ده بالكوميديا اللي بيقدمها دي يبقى أستاذ مساعد في كلية الإعلام. شفتوا الحلاوة؟ فاحنا كده إن شاء الله منتظرين جيل جديد، جيل من حديد، يا إما جيل ساذج تافه كوميدي يا إما جيل كاذب مدلس زيمباوي. وعلى فكرة جاليليو ده مش لوحده، ده فيه تحف على قناة الزمالك، وخصوصا الإعلام النسائي ذو الأداء الدرامي الرمضاني مع مرك الكوسة العجيب. وعلى فكرة الهبل والهطل والحزق وأداء الكفار ده مقصود ومقصود جدا كمان. هم عارفين كويس قوي ان القناة فاشلة بكل المقاييس،
والأشكال اللي هم جايبينها دي مستحيل حد يتفرج عليها حتى لو زملكاوي، فبيحاولوا يستنسخوا النسخة بتاعة هزازي الرؤوس بس بنكهة جديدة، عاملين لنا ميكس لطيف كده ما بين أداء هزازي الرؤوس مع هبل وعبط الجرجيري. الكوميديا دي طبعا بتعلي الريتش والمشاهدات بتزيد والشير وأي مصلحة عشان الدنيا ناشفة والزمالك رغم الصعوبات وكده يعني. المهم، الشيء الوحيد المؤكد في هري البيانات والتصريحات والهجوم ده كله إن وقت ماتش الأهلي والزمالك اللي جاي، الأهلي هو اللي هيطلب حكام أجانب، والزمالك كالعادة هيتمسك بالحكام المصريين اللي بيشتمهم وبيقول عليهم مشبوهين ومشمومين. وعاش لهاليبو نجم المظلومية وبطل العالم في البيانات. تصدقوا بالله مفيش حد مشبوه ومشموم غيركم. ما في ناس كده عيني فيه وأقول إخيه، ناس ما عندهاش دم.